ايه رأيكم بقى في الطماطم الجميلة دي؟ احلى طماطم في الدنيا. بس بقى الطماطم دي ما كانش لونها احمر ولا بالجمال دي، الطماطم دي كان لونها اخضر. فالفيديو ده مهم جدا. في الفيديو ده هنعرف ازاي الطماطم الخضرة دي نخليها لونها احمر من غير اي تعب ولا اي مجهود ولا اي اضافات. فانا دايما اقول لكم ايه اهم من الشغل؟ تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. انا هنا يا ستي كنت جايبه قفص طماطم ولقيت فيه طماطم خضرة كتيره، فمش مشكله، انا بالنسبه لي مش مشكله. هنحمرها مع بعضينا بطريقه سهله وبسيطه جدا، لان ما ينفعش ندخلها التلاجة وهي باللون ده، ولا ينفع نعمل صلصه منها. وهسيب لكم على فكره في التعليقات طريقه عميل الصلصه من غير اي تسبيكات ولا اي غلبه، وهتعملي الصلصه في 10 دقائق. هسيب لكم الطريقه فين؟ في التعليقات. بس تعالوا الاول نشوف هنحمر الطماطم دي ازاي، لان انا بقول لك ما ينفعش تدخل التلاجة وهي باللون ده، هتفضل لونها اخضر كده. طب الطريقه ازاي يا هلا؟ هنجيب صينيه كده ونجيب قماشه، نفرش الصينيه بالقماشه كده وننزل بكميه الطماطم اللي عندنا كلها، مفيش اي مشكله. انزلي يا ست بالطماطم بتاعتك كلها، بس بشرط الطماطم دي ما تغسليهاش وما تحشيش منها الزهره. طب لو الطماطم ما فيهاش زهره عادي يا ست، مفيش مشكله. بس انا عايزاكي تركزي في اللون الاخضر ده عشان هوريكي احلى لون للطماطم. تمام كده. ويا ريت بقى نجيب كميه اليومين دول الطماطم رخيصه عشان نعمل صلصه لشهر رمضان وتبقى عندكم كميه حلوه. واملي يا ست رفوف التلاجة بتاعتك باحلى طماطم. بس خلينا الاول في ايه بقى؟ في طريقه تحمير الطماطم. وعلى فكره الطماطم المخضره دي بتبقى مسكره وزي العسل، ولو لقيتها في السوق خديها، بيبقى سعرها رخيص وفي نفس الوقت بتبقى مسكره وزي العسل. وهنشوف دلوقتي ازاي هنحمرها. طيب بعد كده احنا هننزلنا بالطماطم كلها في الصينيه. طب هنعمل ايه يا هلا؟ ولا هتعملي حاجه يا ستي، سيب الصينيه بتاعتك على الترابيزه، وبعد يومين كده 3 اول ما اللون يغير كده هقول لك نعمل ايه. وانا هرجع لك بعد يومين 3 كده لما الطماطم بتاعتي تتحمر واقول لك هنعمل ايه بعد كده. بس عقبال اليومين دول او ال3 ايام، اللي ما حطتليش اللايك تحط له اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. ايه رايك بقى في الطماطم الجميله دي؟ بعد 3 ايام الطماطم ايديها حمرت وزي الفل، احلى طماطم في الدنيا. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ بس برضو ما ينفعش ادخلها التلاجة دلوقتي ولا اعمل صلصه. امال هنعمل ايه يا هلا؟ هنعمل ايه يا ستي؟ هنقلب الطماطمية على الناحية التانية عشان بقى الطماطم بتاعتنا تبقى كلها من جميع الاتجاهات حمرا وزي الفل. هنقلب الطماطم وهنسيبها ايه؟ تاني قلبة دي سيبها يومين، مش هتكمل حاجة وتلاقيها ايه؟ حمرت. اظن مفيش اسهل من كده. برضه هسيبكم يومين ونرجع تاني نشوف الطماطم بتاعتنا. يعني من هنا ورايح اي طماطم خضراء عندك يا ست ما تقلقيش منها، دي بتبقى زي السكر وهتحمر بالطريقه دي، وطريقه سهله وبسيطه. اديني يا ست بعد يومين رجعت لك الطماطم محمره وزي الفل. يلا بقى اعملي صلصه لشهر رمضان. وقلت لك هسيب لك طريقه الصلصه السهله اللي من غير مجهود ولا السباكي فين؟ في التعليقات. او املي الرفوف بتاعتك طماطم، واملي تلاجتك خير واحلى طماطم في الدنيا. والطريقه سهله وبسيطه، في اسهل من كده؟ وايه رايكم في الطماطم وجمالها؟ احلى طماطم في الدنيا. فهقول لكم ايه بقى؟ ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ احلى طريقه لتحمير الطماطم، واحلى طماطم هتحمريها من ايدك الحلوين دول. وهنتظر رايكم في التعليقات لان رايكم بيهمني جدا وبيديني طاقه ايجابيه. وهقول لكم ايه؟ بالهنا والشفا مقدما.